طبيعتي البشرية بتحسني إن أنا لما أكون قاعدة في مكان وبيتكلموا فيه عن الرجالة والستات بصفتي ست، إن أنا أدافع عن الست بأي شكل، حتى لو كانت الست بتكون غلطانة. يعني إحنا نكديين شوية وأنا عارفة، بس برضه أدافع عنها. وكذلك الأمر الراجل بيدافع عن الراجل. ليه؟ لأنه بيدافع عن نفس جنسه، نفس نوعه، ده طبيعي. وكذلك الأمر الكلاب. لو احنا ماشيين في الشارع وحد ضايق الكلب، بيهوهو عيلته واصحابه وقرايبه بييجوا يدافعوا عنه. ليه؟ علشان من نفس نوعه، من نفس جنسه، طبيعي عادي ما فيهاش حاجه. الغير طبيعي خالص بالنسبه لنا ان انا اكون بني ادم وانت بني ادم، ويجي كلب يموت اخويا، فلاقيك انت واقف تقول فيه ايه؟ ما يموته، ما تسيبوه، حسب الله ونعم الوكيل فيكم، حرام عليكم جايين على الغلبان. طب اخويا الغلبان اللي مات ده ايه؟ مش تبعنا؟ مش معانا ده؟ هو بقى الكلب بس اللي غلبان واحنا لا؟ من اسوأ الكومنتات اللي اتكتبت لي يعني ايفر بقى طول حياتي، ان احنا نكتب ان في ولد في كليه هندسه يا حبيبي حصل له كسور وحالته خطره لانه كان بيتفادى كلاب وبيهرب منهم، فتدخل واحده تقول ما تسيبوهم حرام عليكم، والولد اللي قطع زميله مش عارفه فين. ما الولد اللي قطع زميله بيتحاكم في المحكمه دلوقتي، رفعنا عليه قضيه، البلد بتاخد حقنا منه، انما الكلب هاخد حقي منه ازاي؟ وما هذا المنطق؟ ايه المنطق ده؟ ايه المنطق ده؟ ربنا خلق الكون لخدمتي انا كبني ادم كبشري، الكلاب والحيوانات والقطط والفراخ كله لخدمتي انا كبني ادم. لما يكون في شيء بيضرني يبقى الاولوية ليا انا كبشر، وده مش معناه اني اقتلهم، معناه اني اشوف حلول. طب ما هي الحلول؟ معرفش، انا مش وظيفتي. لان برضو في ناس لطيفه قاعده تقولك وانتي يا ام العرف طالما مش عارفه الحل بتتكلمي ليه؟ عشان مش وظيفتي يا فندم، انا وظيفتي الاعلام، اعلاميه، اعلم سيادتك بالاخبار واعلم المسؤولين بمشاكل حضرتك، دي وظيفتي. انما لو وظيفه الاعلامي انه يطرح المشكله ويلاقي حلول ويحلها، طب المسؤولين بتعمل ايه بقى؟ يعني بياخدوا فلوس ليه؟ مش مطالب مني ان اكون عارفه كل حاجه خالص. وارد تكون الحلول اللي بتتقال تنفع في منطقة ما تنفعش في منطقة تانية، في محافظة ما تنفعش في محافظة تانية. المشكلة كمان ان احنا مش محتاجين حلول، احنا عايزين نعرف المشكلة عشان نحلها. يعني يلا بينا نحل، يلا بينا نحل، بس لازالت في مشكلة. ناس قالوا ان الناس بتأكلهم مش عارفة رجول الفراخ ده بيعمل لهم سعار، ده ممكن بيزود مثلا الخصوبة عندهم، الله اعلم. لو دي المشكلة نعمل توعية، لو احنا محتاجين نعقمهم نعمل توعية. احنا ليه ما بنتكلمش على القطط؟ يعني ليه ما بنتكلمش؟ هل مثلا ما فيش قطة مرة خربشت طفل صغير؟ اكيد فيه، ولكن عددهم طبيعي متوازن، الطبيعة متوازنة، اي حاجة بتزيد عن حدها لازم يبقى ليها حل، لانها كده بتعمل مشكلة. احنا كبشر في بلاد بره شايفين ان عدد البشر زاد عن الحد الطبيعي وعن الموارد، فلابد ان احنا نقضي عليهم، فبيعملوا لنا فيروسات مركبة. ايه العجيب في اللي احنا بنقوله؟ ايه الغلط؟ من الانسانية ان حضرتك تدخل تدعي عليا او تشتمني او تتهمني في شرفي او تتنمر على شكلي عشان خاطر بقول ان في ازمة اسمها ازمة الكلاب. طب ليه ما بتدخلوش تعملوا كده لما بنقول في ازمة في التعليم ولا ازمة في الاسعار ولا ازمة في اي حاجة؟ ايه اشمعنى احنا بنحرض بس على الكلاب لكن الدولة ما بنحرضش عليها كده؟ يعني ده ما فيش مسؤول في الدولة طلع قال لي انت ازاي تتكلمي على الاسعار ولا ازاي تتكلمي على كذا، انت كده بتحرضي علينا. مفيش حد طلع قال الكلام ده، لكن احنا بنحرض على الكلاب. ايه الجمله دي؟ وايه الكلاب مضايقك؟ هيضايقوني في ايه الكلاب؟ يعني هيضايقوني في ايه؟ ما احنا عايشين معاهم بقالنا ملايين السنين، عددهم زاد، في حاجه غلط حاصله، وفي حاجه حاصله من مؤيدي الكلاب. في ناس كده عجيبه انا ما اعرفهاش، ناس غريبه بيقولوا نفس الكلام، حافظين نفس الجمل، بيشتموا نفس الشتايم، نفس الاكونتس الفيك. مين الناس دي؟ انتوا طلعتوا امتى؟ انتوا ظهرتوا امتى؟ اللي عايز كلاب في بيته روح حضرتك خدهم في بيتك وعالجهم واعمل معاهم. انا كبيري، انا ككريستينا وقرايبي واصحابي كبيري اعرف احط لهم شويه لبن، ما اعرفش اعمل اكتر من كده. ما اقدرش اجيب لهم فراخ، معيش فلوس اروح اجيب لهم فراخ. شوف بقى
ولكن في ناس تانية تقدر، ده اقصى حاجه نقدر نعملها. لكن انا لو لقيت كلب جربان في الشارع ما عنديش القدره لا النفسيه ولا الجسديه ولا الماديه ان انا اخده اعالجه، لان برضو يقول لك ما تعالجوهم، مش وظيفتي. انا مش وظيفتي اعالج الكلاب، ما اقدرش. وما اعرفش الحقيقه ليه بيهاجموا ناس تانية، انا ما اعرفش، مش عارفه. بس انا النهارده في اسكندريه من ساعه بالظبط انا كنت ماشيه في الشارع والثلاث كلاب هجموا على عيله قطعوهم في الشارع، والكلاب مجرد ما هوهوت بقى في سرب من الكلاب، عدد غير طبيعي من الكلاب هجموا على العيله قدام عيني. ما لحقتش اصور للاسف، كان معايا ولادي، فاضطريت اطلع اجري، انا مش عايزه حد من ولادي يتضرر. ما عمللهمش حاجه، عيله ماشيه في حالها، ما فيش اي حاجه. كلب عنده سعار، ما انتوا السبب، احنا السبب البني ادمين، معلش احنا طب نهبب ايه دلوقتي؟ في مشكله عايزين نحلها، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين حد مسؤول يحل، وعايزين حضراتكم تبطلوا قله ادب وشتيمه. عيب عيب عيب، ما يصحش، ما يصحش تقول ما تموتوا عادي، ما يصحش. لو ابنك اللي في كليه هندسه كده بعد ما ربيتيه وبقى عنده 20 21 سنه كده وقدام عينك فرحانه بيه، ولقيتيه فجاه حد بيتصل بيكي بيقول لك ده تحت مدهوس تحت عربيه عشان كان بيجري من كلاب، هتنزلي تبقي عايزه تاخدي طاره. يعني ايه عادي؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ايه ما تشوفوا البلطجيه الاول؟ اشوف كله، ما احنا بنشوف كله، بنشوف كل الحاجات في نفس الوقت، بنشوف الغلا وبنشوف التعليم وبنشوف الكلاب، بنشوف كله. طب هنعمل ايه؟ في مشكله محتاجه حل. عدد الكلاب زاد، عدد الكلاب زاد عن الطبيعي، عن الحد الطبيعي، عن اللي ربنا خلقه. اشمعنى ما بتقولوش كده مع الفيران مثلا؟ يعني انا عايزه اعرف حاجه، الناس مدافعي الكلاب لما بيدخل لكم فار بتحطوا له جبنه وتاكلوه، ولا انتوا بتعملوا ايه؟ ولا هو الكلاب بقى يعني انتوا تخصص كلاب بس، ولا انتوا ايه؟ طب الصراصير، طب النمل، ما بتسيبوهمش ليه؟ عشان بيضروني، عشان بيضروني فبضطر اتخلص منهم. ده مش معناه ان اقتل الكلب، ده معناه ان احنا عايزين لهم حلول امنه، وما يكونش الحل ان انتوا تسيبوهم، ما يكونش الحل ما تسيبوهم في حالهم. انتوا مضطهدينهم ليه؟ مضطهدينهم في ايه؟ مضطهدينهم في ايه؟ انا عايزه اقول لكم اسكندريه من اكتر المحافظات اللي فيها عرس. العرس عددها كبير جدا. لو العدد زاد عن اللي موجود دلوقتي هتلاقي نفس المشكله الناس بتتكلم منه، العدد زاد عن عن الطبيعي. وفعلا في عرس كتير، بس هي لازالت لا تمثل ازمه كبيره، ولكن الكلاب اصبحت بتمثل ازمه كبيره. مش معقول كل ما بننزل حادثه تدخلوا تكذبونا. اي حادثه انا بنزلها ما بنزلهاش على لساني، انا بنزلها من موقع رسمي، تقدروا بقى تدخلوا تتعاركوا مع الموقع الرسمي ده تقولوا انتوا ازاي بتنزلوا جرايم عن الكلاب، علشان احنا بنزعل عليهم. مش عارفه حقيقي اقول اي حاجه تانية اكتر من كده. فمنتظره تنمر على شعري، منتظره تنمر على خلقتي، منتظره الدعاء، منتظره الشتيمه. اي حد هيقول اي حاجه هرفع عليه قضيه، ده اخر كلام. اي حد هيشتم هرفع عليه قضيه، اي حد هيدعي ربنا ينتقم منه بقى، هو شايف وعارف. توز فيكم.